قبل ما نبداو حبيت نحيي الجمهور الرائع المتواجد معنا اليوم. كذلك اعطوني تحيه كبيره لزميلتي شهرزاد المتواجده في الاستوديو الفرعي. شهرزاد مساء الخير. مساء الخير مدام سليمه. واش راكي كي بخير؟ الحمد لله وانت؟ ربي يخليك والله الحمد لله. قولي لي واجده ان شاء الله باش نبداو الموسم الثالث؟ ان شاء الله في هذا الموسم الثالث كل الضيوف راح يشرفونا بحضورهم ان شاء الله على بركه الله ان شاء الله. اذا بدون اطاله نرحبوا معايا صالح باش يحكي لنا قصه. اهلا بك صالح. اهلا بك. صباح الخير. صباح الحمد لله. مين جيتني صالح؟ من تبسة. من ولايه تبسة. اهلا بك وبكل الناس ولايه تبسة. الله يبارك فيك. ربي يخليك يعطيك الصحه. قل لي صالح شحال في عمرك؟ شحال في عمرك؟ 28 سنه. 28 سنه. صالح قبل ما تبدا تحكي لي قصتك شوف معايا التقرير نعاود نولي لك. صالح 28 سنة جانا من ولاية بسة باش يروي تفاصيل قصته وصراعه مع الحياة. صالح اللي توفى الوالد ديالو كان في عمره انذاك 6 سنوات وخلى له فراغ كبير، ما حبش يواصل دراسته رغم انه كان متفوق وفضل ينتقل للحياة المهنية. صالح اللي خطب 4 مرات قبل ما يتعرف على زوجته فهيمة اللي زوجها في جويليا من عام 2011 وعنده معها 2 أولاد. بعد زواجه كثرت مشاكله مع اهله فقرر انه يخرج من البيت ويكري حتى يجنب خلافات اللي قادره تخرب بيته، ويقول انه كلما بحث عن عمل يرفض الطلب ديالو بسبب ظروفه الصحيه. صالح ما قدرش يدفع ثمن الايجار ويسدد المستحقات ما جعله يغرق في الديون، ومع كل هذا زادت مشاكله مع زوجته اللي ما قدرش تتحمل اكثر بعد الظروف المعيشيه الصعبه اللي تعيشها يوميا وخلاها تطلب خلع من زوجها. صالح اللي جا البرنامج يفتح قلبك يستدعي زوجته فهيمة وحب يفتح معها صفحه جديده ويقول انه راح يكون عند حسن ظنها وما تتخلاش عليه وتكون دائما واقفه معه. صالح احكي لي صالح احكي لي يعني القصه كيفاش بدات من الاول كامل. من الاول اختي سليمه انا تعرفت على الزوجه ديالي. لا قبل ما نلحقوا على تعرفت على زوجتك احكي لي كي كنت صغير كيفاش كانت حياتكم مع عائلتك؟ كي كنت صغير انا شحال كنتوا خاوه وخوات؟ كنا 4 خوه وطفله. الله يبارك. يبارك فيك. انا صغير في العائله نتاعي. صحه. توفى الوالد نتاعي سنه 1996. الله يرحمه. تربيت انا في بيت جدي. قمت مع الوالده نتاعي قريت عشت حياتي طفوله عاديه. صحه. ايوا الناس. وكنت تقرا لاباس؟ كنت نقرا لاباس الحمد لله. وصلت للثانيه متوسط. ثانيه متوسط. ثانيه متوسط حبست انا القرايه. علاش حبست؟ حبست لخاطر الظروف نتاعي ما سمحتليش اني نواصل القرايه. واش من الظروف صالح؟ كانت انا امي ربي يحفظها هي اللي تخدم عليا، هي اللي تعبت بزاف ما صابت منين. يعني ما كانش شكون يخدم عليك؟ ما كانش، ما لقيتش انا اصلا ما كانش عندي حتى باش كيما نقولوا نحن نكمل. انا كنت متفوق في الدراسه نتاعي صح، ما لقيتش الامكانيات اللي باش نكمل. انا كنت امنيتي اني نكمل نقرا ونكمل بصح رغم الظروف انا كنت نساعد في الوالده نتاعي. انا يعني فضلت انك تحبس القرايه وتروح تخدم باش تعاون يماك. كيما كنتش كان تخدم كيما نسى بكري تخدم كيما نسى بكري في الديار صح. واجه هناك. انا صرات لي في 2009 واش صرالك؟ صرت لي اكسيدا حادث مرور من سبب لي اعاقه. انا درت حادث مرور. درت حادث مرور انا. كيفاش؟ احكي لي على هذاك اليوم. حادث مرور على حسب ما يحكوا لي عليه. انا ما دريتش، كنت انا ولد خالتي كنت صغير. شحال كان في عمرك كي درت الحادث المرور؟ كي درت الحادث المرور كان عمري 15 سنه. 15 سنه. تشفى 15 سنه. 15 سنه. وين كنتوا رايحين؟ العين البيضاء. العين البيضاء. عند تزوروا الاهل تاعكم؟ لا حواسه هكذا. حواسين. ومن بعد واش صرا في الطريق؟ في الطريق السياره اللي ماشيين فيها طاكسي تبرساو لها الرود ديالها. في الطريق وكانت تمشي بسرعه كبيره. يعني السائق كان يجري بسرعه كبيره. ما فقتش انا ولا انا في قلبت بكم السياره؟ ما فقتش الا وانا في المستشفى. بقيت 25 يوم في الكوما. بقيت 25 يوم في الكوما. 25 يوم في الكوما. واللي كانوا معك شحال كنتوا انتم في السياره؟ 3 من 3. واش صرا لهم؟ منعوا ما صرا لهم والو؟ انا كنت راكب جهه الشيفور القدام. وقت ما تقلبت السياره تضربت انا على رجلي منها. ضربت على رجليك؟ ضربت على رجلي. ودوك واش من الاعاقه اللي عندك؟
حركيه. حركه ما تقدرش تمشي مليح. ما نقدرش نمشي مليح انا. نمشي نورمال بصح ما نقدرش مثلا مشي عادي ولا فهمتك. يوم في بعد سنه 2009 قررت اني مثلا نتزوج انا. في 2009 قررت انك تتزوج. وعلاش واش كنت تخدم انت باش قررت انك تتزوج؟ هل كانت عندك يعني سيتواسيون؟ كانت انا الوالده هي اللي قالت لي تزوج، فهمت؟ هي قالت لك لازم قالت تتزوج. لي لازمك تتزوج الوالده ديالي، فهمت؟ معليش احكي لي كيفاش الزوجه تاعك كيفاش تعرفت عليها؟ بالطريقه هذه تقريبا. شفتها من البعيد؟ بعثت لها شكون بعثت لها؟ عمها. عمها صح. قلت لهم انا حابين نجيو نخطبوا. جينا الخطبه في سنه 2009 1 نوفمبر. رحت خطبت. رحنا خطبناها وخطبنا معايا. ومن بعد قبل مواليد بقيت عامين. واش اللي بقيت عامين؟ عامين انا وانا خاطب. بقيت عامين وانت خاطب؟ ما عندناش كيما نقولوا نحن الاتصال بيننا وبينها. لا في التليفون ولا والو؟ والو. خطيبتك ما تهضرش معاها في التليفون ما ولا نهضرش والو؟ معاها. علاش؟ هكا نحن العرف نتاعنا هكذا. مام اذا خطبتها؟ مام اذا خطبتها. صح. عندك زوجتك وقتاش تهضر معاها كي تجي عندك لدارك. كي تجي عندك للدار قبل ما تهضرش معاها. ولا في التليفون ولا؟ انت تشوفها وهي تشوفك كي توافقوا صاي. خلاص. قعدتوا عامين. ممكن انا كنت نبعث لها اختي. كانت اختي تروح بنت خويا. نهضر معها في التليفون. كنت فهمتولي؟ صح ماشي كي يروحوا يزوروها يجوزوها لك. هذيك مره ولا اثنين؟ مره ولا اثنين صح. ومن بعد في سنه 2000 وعلاش قعدت عامين وانتم مخطوبين؟ علاش ما تزوجتوا؟ ما كانتش ظروف. واش كنت تخدم انت لما خطبت؟ ما كنتش نخدم محسوب، كنت نخدم عند الناس. حانوت مثلا تبيع ولا حاجه. هذا الشيء اللي كنت كنا عزوزتي اللي جملت لي دراهم. انا تزوجت ب 16 مليون 300 سنه 2011. زوجتك يماك؟ زوجتنا. ومن بعد وين سكنتوا؟ مع الوالده. سكنتوا مع الوالده تاعك؟ صح. من بعد مشيت الحياه نورمال عادي. العام الاول العام الثاني. هي شحال كان في عمرها؟ هي انت 21 سنه. هي اكبر مني بعام. دونك انت كان في عمرك 21 وهي 22 كي تزوجت بها. مشيت الحياه عادي. العام الاول العام الثاني. هي ما تخدمش قاعده في البيت؟ لا ما تخدمش. هي عندها مستوى ترمينال ما خليتهاش تكمل تقرا. شكون اللي ما خلاش يكمل؟ انا ما خليتهاش. انت ما خليتهاش؟ وعلاش؟ باسكو راح تتزوج بها. باسكو راح نتزوج صاي. ما عندناش نحن مثلا كي تتزوج انك تخلي مرتك تروح تخدم ولا تروح تقرا ولا تروح تكمل صاي. هي عرفت امور دينها عرفت الصوالح صاي. ما لا علينا. ومن بعد مشيت الحياه عادي. جست قعدت عام مع العزوز. عام 2012 خرجت انا. علاش خرجت منه؟ كيفاش كانت المعيشه يعني مع يماك وزوجتك وخاوتك؟ يعني كيفاش كانت العلاقه بينكم؟ كانت عاديه. تفاهمت زوجتك ويماك؟ تفاهمت. كانوا متفاهمين؟ ما كانش مشاكل؟ عندك خواتاتك البنات؟ عندي اختي. ما كانش مشاكل معاها ومع زوجتك؟ وقتاش وقعت المشاكل كي طلقت انا زوجتي اختي. كي طلقت انا اختي بدات المشاكل. ملي جا ولدي صهيب في 3 اوت 2012 بدات المشاكل. بدات هي تحرش في الوالده. واش تقول لي يماك؟ فهمت. كل مره تشري فيها لزوجتي. كل مره تشري فيها هاي ما ديرش هذيك ما ديرش هذيك. ما تخدمش الشغل ما ديرش الشغل تاع الدار. يعني يتشاحنوا على الشغل تاع البيت. يعطيك الصحه. صح. انا خرجت. انا زوجتي ما جبتهاش بالسهل باش نسلم فيها بالسهل. خرجت كريت. انت ما حبيتش تسلم في زوجتك وحبيت تحافظ على يماك والعلاقه اللي بينك وبينها. ما حبيتش تخسر يماك وما حبيتش تخسر زوجتك. دونك فضلت انك تخرج من الدار. هل كان عندك الامكانيات باش تكري انت الدراهم؟ كانوا عندك؟ بالنسبه للكرا كاين احنا الكرا عندنا ثماتي في بلادنا الكرا موافق مشو كما نقولوا نحن غالي. يعني ماشي غالي؟ ماشي غالي. شحال كريت؟ كريت اول مره كريت ب 600. 600,000. 600,000 فهمت. 600,000 كنت نخدم في ناب عليا ربي. كنت نخدم في تنظيف الملابس ديغريساج. قعدت فيه من عام. عام ونص نخدم. ندي فيه مليون في الشهر. رحمه ربي. صح. اسمح لي صالح. ولما قررت باش تخرج من الدار ما قالتلكش يماك يا وليدي ريح؟ لا. هي ماما رجعت ضدي رجعت ضدك؟ علاش؟ اليومين هذا هي ضدي. ما تهضرش معاك يماك؟ لا نهضر مع بعضها. ومن بعد لما رحت بريود 2016 جتنا بنتي نور الهدى في 19 جانفي 2016. لغايه هنا كانت الامور عاديه. يعني انت لما خرجت من داركم كنت بيبي؟ خرجت بصهيب. خرجت بطفل وليت لما كريت زدت عندك طفله واحده اخرى؟ زدت عندي في 2016. صح مش في نفس المحل اللي كنت كاريه الاول. كريت محل اخر بمليون. داكوغ. ومين جابوك الدراهم يا صالح خويا؟ كنت تخدم؟ كنت نخدم انا مع انسان في التجاره. في التجاره مثلا تبيع. نجيب السلع ونبيع كذا. داكوغ. يعني الامور كانت مليحه تمشي مليح حتى سنه 2017. سنه 2017 هذا عام انا ما نتمناش حتى على عدوية. علاش؟ اللي عشته في 2017 ما نتمناش انه يتعاود حتى على العدو. علاش؟ خلينا
تغلقت كل البيبان، كل بيبان في كل وجهك. البيبان. وليت مديان في مبلغ اكثر من 200 مليون. 200 مليون الكرا تأذين. درك الكرا درك 18 علاش؟ شهر. ها الكرا الكرا درك 18 شهر مش خالص. 18. هادشي كله بعته. التلفزيون، غسالة، كاع الصوالح اللي درتها كلها بعتها. معليش احكي لي بالحق برك واش صرا، علاش دينت كل هذا المبلغ 200 مليون، وعلاش لحقت تبيع القش تاع دارك، وعلاش؟ منها ظروف صحيه، فهمت، ظروف صحيه، ظروف المعيشه اللي فهمت، باش انا نخلص الكرا على خاطر خرجت انا من ديكريساج. انا الخدمه راهي كاينه في الحوانت، بصح انا كي نمشي للحانوت باش نطلب خدمه ولا حاجه راهي كاينه. هو ما يقولكش مباشره مثلا انت راك انديكابي ما تقدرش تخدم، فهمت، ما يقولها لكش مباشره، ما يقولها لكش، ما يجرحكش بها. اما يقول لك مثلا راه عندي حبيبي ولا عندي خويا راح يخدم، انا نفهم. انا كيقول لي هذا نفهم، صافي انا ما نقدرش نهز حاجه ثقيله ولا فهمت. ما تقدرش كاين نخدم بزاف بصح كاين خدمات بزاف تقدر ديرهم. سبحان الله، لاباس عليك، انا نشوف فيك يعني لاباس عليك. ممكن كاين يعني شغل ما تقدرش تديرو بصح واحد اخرين تقدر كيما قلتي ديكريساج تبيع. انا الديكريساج لو كان كملت فيه ما نقدرش نولي نمشي. علاش؟ خاطر انا الطبيب قال لي العقل نتاعك تثبت لك فيه جاتك في العصوب، في لو الاعصاب كان طول في الوقفه اكثر من الحد مره زوج صاي. صح. وزوجتك في كل هذا الشيء واش موقفها؟ صابره معايا زوجتي، صابره معاك، صابره معايا لحد ان كي كثر عليا الدين. والسيد انا اللي كاري عنده تصور اختي سليمه يوميا يجيني على 6 تاع الصباح غادي يطبطب عليا. هذا مول الدار يوميا يجيكم على 6 تاع الصباح يطبطب هو وزوجته. اللي سئمت زوجتي كرهت. انا درك انا عايش في القهوه، انا ما عندي دار بصح انا عايش في القهوه. علاش عايش في القهوه؟ انا نوض الصباح نخرج نروح للقهوه نقعد ل 12 نروح نقيل شويه نعاود نخرج نقعد للقهوه حتى ل 11 يوميا توجور هكذا. علاش بصح؟ انا لو كان نخرج مثلا ولا لو كان الناس حاكم عليا شيكان حاكمين عليا فهمت، صافي لو كان نخدم في بلاصه ولا نحكم حاجه ابسط واحد يدخلني الحبس. بصح علاش تبيع بالخساره برك؟ ما فهمتش صافي. كي نمشي انا مثلا ندي التلفزيون التلفزيون يدير 2 ملايين لكن نديه يقول لك راك في السوق واش راح تبيع حاجه جديده مهما كانت هي في الكرتونه جديده بصح هو يشري عليك على سوم السوق يقول لك راك في السوق باسكو ما عندكش ريجيستر ما عندكش محل ما عندكش محل يقول لك انا لازم ندير عليك اقل سعر. بصح لما شفت يقول لك 15%. لما شفت انه هذا الشغل ماشي مربوح علاش زدت كملت فيه حتى وليت دينت هذاك؟ يعني باش كملت فيه انا باش قلت ممكن انك باش انا ما نخلي حتى واحد مثلا باش انا ما نمدش يدي حتى الانسان فهمت، باش انا ما نمشيش لخيوتي ولا نقول لهم عاونوني ولا ما نقول حتى لواحد فهمت. ما نسابي ما نقول لهمش. ما المراه نتاعي كي تمشي ما تقولش هي امها ميتة الزوجه نتاعي الله يرحمها عايشه مع اختها كانت عايشه مع بيها في رمضان انا دخلت ولدي للروضه في فيفري الله درك الروضه نتاعو اللي يقرا فيها درك تسالي. انا ولدي حبسته على جنب ما قلتلوش اللوم باش نوكلو نتاع 2000 فرنك. انا ولدي لحد يومنا هذا النطق نتاعو ما ينطقش مليح صح متاخر في النطق. انا من المدرسه اللي يقرا فيها درك قالوا لي ولدك راه عنده حتى واحد هما عنده حتى واحد جاه تاخر في النطق ديك الاختوفونيست وهو اخصائي في الكلام يعني باش يقدر يعودوا على النطق السليم. سي لوختوفونيست سي ان سبيسياليست. لا ما ديتوش انا ديتو ثم على الاطباء النفسيين قالوا لي ولدك ما عندوش حتى واحد غير خليه يخالط راه ما خلص. انا ما نخليش ولدي يخرج انا في المنطقه اللي ساكن فيها في البلاصه اللي كري فيها الدار انا من ولدي كي يخرج تما الحومه اللي انا فيها الدري ماهمش متربيين خفت انا يطلع كيفهم مثلا فهمت. ما خلطوش خليته ينطق مع هذا حبيت ندخلوا للروضه هاكا. ومن بعد واش صرا موراها؟ موراها مع المشاكل الناس تطلب في الدين نتاعها خاصه مال الدار خاصه مال السكن اللي انا كاري عندي درك اللي ساكن انا عنده. شحال ويسال لك دركا؟ واحد 18 شهر 18 شهر صبر لك بصح 18 شهر يا ما جاتش الناس انا واش قلت له قلت له لك انت مثلا تقدر انك تشوف ولدي وبنتي في الشارع فهمتي انا درك نخرج قشي شنو واش يقول لك تقول له هكا؟ يسكت مسكين يعطيه الصحة. واسمه هذا السيد؟ مكي. والله غير نحيي هذا المكي اللي صبر عليه أكثر من 18 شهر صبر عليه أكثر من 18 شهر ما خلصوش في الكرا تاعو. رغم هذا ما حبش يخرجوا من الدار ما حبش يرميه للشارع هو واولاده وزوجته يعني فريمون يعطيه الصحة. وزوجتك كيفاش هي عايشه هذه الوضعيه؟ احكي لي. زوجتي راحت لدار اختها في بعد رمضان. انا في رمضان رمضان 2017
ما نفطرش كما الناس. علاش؟ ما كانش ما عندكمش؟ والو. انا نوض المراه لا كيما نقولوا هريسه وزيت زيتونه ولا الماء، ولا انا نتكيف الدخان، ندير قارور ونروح نخرج رمضان كامل. هذا ثم الجيران واحد ما على باله بواحد ولا واحد ما تطلبوش الجيران يعطيوكم؟ ابدا بالك ما على بالهمش بالوضعيه تاعكم. هي ما على بالهمش، ممكن ما على بالهمش، ممكن ما ممكن سنة فوتنا متاكده انه ما على بالهمش. انا بلقيس كي نشوفهم ينوضوا الصباح الناس هم يفطروا بالحليب. يفطروا بالحليب لحظه ولا كانديا ولا ينوضوا. كي نشوفهم انا ظل يقرضوا في الكسره، ياكلوا في الكسريه بس. شكون ياكل في الكسره؟ صهيب بلقيس. ما عندهمش الحليب؟ ما عندهمش الحليب. سبحان الله العلي العظيم. انا وصلت بلقيس بنتي كي نشوفها 3 سنين عامين انا نشوفها مش حاجه كما بناء كما ما كان. ما نقدرش نوصف لك انا كيفاش مثلا كي تشوف بنتك ولا ولدك وتشوف اقرانهم كيفاش عايشين، هي بصح حاجه ما عندهمش مثلا. وزيد المشكله نتاعهم انهم ما ينطقوش مليح، مثلا كيما الدري مثلا يقول لك بابا جيب لي هذيك ولا ما يعرفوا والو. كي يلقوا ياكلوا ما يقولوش ما ياكلوش. بعد رمضان هزت انا اولادي صهيب وبلقيس اليومنا هذا ما عيدوش اصلا. جامي عيدوا ولادك؟ ما عيدوش اصلا. 8 سنين ما عيدوش ولادك؟ ما شراوش حوايج العيد ابدا، ما عيدوش اصلا انا ولادي. يعني عايشين في بلد مسلم، يعني المفروض انه ما كانش الفقر كيفاش كما يقول لك. ولما نشوفوا ناس عايشين في هذه الوضعيه لازم علينا نعاونوهم، واجب علينا نعاونوهم. سبحان الله العلي العظيم. قل لي وخاوتك ما جاوش يعاونوك؟ يمك ما جاش تطبطب عليك؟ خوتي انا كي يجوا على بالهم بالاعاقه تاعك؟ على بالهم. اي بصح لما يجوش يعاونوك هما وقتاش يجوك كي ضل فيك مصلحه راهم يجوك، كي ضل ما فيكش مصلحه ما يجوكش. كيفاش مصلحه؟ كيفاش؟ كي ضل مثلا انا كيما كنت نخدم انا في البحر كي يكون يا تبيع صالحه عاونا سلفلنا مدلنا وانت تمد. انا نهار نمد، انا ما نبخلش انا نمد كذا. مثلا يجيك خوك كذا يقول لك مدي راني تندير هذيك ولا كذا، يعني هذيك الزوج دور اللي تجيبهم تمدهم تمدها صدقوا من خاوتك هكاك. مش بمعنى مثلا نصدقها من خير، ما نقدش انا صافي باش نهار اللي حبست بيا واحد ما اتصل بيا اليومين هذا الى يومنا هذا. اليومين هذا راكوا على قطيعات تهضروا ولا ما تهضروش؟ انا خوتي ما نهضرش معاهم. علاه؟ اليومين هذا شحال عندك ما تهضرش مع خاوتك؟ واحد من العيد الصغير اللي فات. شحال؟ من العيد الصغير اللي فات. شحال؟ عام تهضر عام. عام ما تهضرش مع خاوتك؟ على الوالده نتاعي تجي وتروح. تجي تطلع عليك الوالده؟ ملي راحت المراه نتاعي لرفتها ما تجيش. وعلاش تحصل روحك يا صالح خويا؟ تو اختي سليمه، تو انا جبت مراه وعندي دراري، لازمني باي طريقه نصرف عليهم، لان الناس ممكن ما حسنيش بالاعاقه نتاعي، ممكن ما حسنيش كذلك حتى المراه نتاعي عمرها ما جرحتني بالشيء هذا. عمرها ما جرحتني وقالت لي راك. حبيت نقول لك قبل، هل ما عندكش منحه تاع الاعاقه؟ عندك عندي الحق في المنحه؟ عندي الحق في المنحه. على كل حال ماشي بزاف بصح معليش تعاون شويه. درت الدوسيي؟ درتها وعندك ولا ما عندك؟ عندك المنحه؟ عندي المنحه وتتقاضاها؟ تروح 400,000 وانت تتصب تروح. ايه تجبد تروح. راحت انا المراه ما راحتش مثلا خصاي فالذري ما يقولش مثلا كما نقولوا نحن راحت التلفزيون، راحت الغساله، راحت الفريجيدير، راح هذو كاع بعتهم؟ حتى من الزوره بعتها. حتى الغطاء اللي تتغطى به بعتوه. على جدي باش كيفاش عايشين درك انت وولادك؟ على واش ترقدوا؟ على واش عايشين؟ تو زوجتي في دار اختها مثلا. راحت لدار اختها، من ذاك تجي سمانه على سمانه تجي. سمانه على سمانه تجي، صافي كرهت من مول الدار يومين يجي. دار فارغه ما فيها والو. ما فيها والو. صح. قل لي باش نعاود نولي فقط لخاوتك، واش الشيء اللي صرا باش تقاطعتوا انت وخاوتك؟ ما هو ما صرا والو، صافي كي جبدوا صافي كي ما عادش حتى واحد يسقسي على واحد، كي ما عادش كي ولا ما عندكش. وزيد حتى هما خايفين ظروفهم على قدهم. ظروفهم على قدهم بصح معليش كي ظروفهم على قدهم يخدموا اي. وكان كل واحد فيهم يعطي لك 100,000 ما يعاونوك شويه، لانه الحاله تاعك لحد الان ماهيش تسمح لك باش تخدم. انا مانيش نشجع فيك باش ما تخدمش، لانه لازم تخدم. لا لازم نخدم انا. لازمك تخدم لانك راك تزوجت ودرت عائله وعندك اطفال على رقبتك. كي تو لازمني نخدم، لازمني انا نفك راسي من الدين، باش كي نفك راسي من الدين ما نهبطش الحبس. نولي نخدم انا كي نخدم ويعرفوني وين نخدم. يعرفوني وين نخدم، يروحوا يشرشوا عليا. صالح راه يخدم في البلاصه الفلانيه. ما فهمتكش. قلت لك انا كنا نخدم درك ويعرفوني الناس اللي يسالوني. فهمتي؟ ويسقسوا علي ديما يسقسوا كاش مصالح كم خدمه كاش ما كذا. فهمت؟ اذا كان حكمت خدمه يولوا الصوارد اللي ندخلها منك الخدمه هذيك يدوها هم. معليش
بصح ما كاينش الخدمه، انا كي نمشي للخدمه راه كاين الخدمه يقول لك ما كاينش. لا لا ان شاء الله يكون، ان شاء الله يكون لما راك جزت في البرنامج وان شاء الله الناس تبسا يشوفونا ويدخلوك تخدم. انا شاتي كيما نقول انا حاب كيما درت انا قبل كنت حال حانوت ندير في مواشي المواد الغذائيه حاجه على قدي، كنت رحمة ربي الحمد لله. رحت الحانوت هذيك بعدها راح صاي. يعني درت دين باش درت حانوت وما ما مشاش. ما مشاتش. صح معليش بصح درك. ما مشاتش على جال على الضغوط نتاع الدين. كيجيك واحد مثلا يبرسيك يقول لك راك اليوم ما تخلصنيش راح نشكي بك راه نعبد الشاك نتاعك، نولي انا السلعه نتاع الحانوت نمشي نبيعها مثلا يسالني 5 ملايين 4 ملايين نمشي نقيم السلعه هذيك نبيعها ونخلصوا فيها. انا المراه نتاعي طاحت في الدار طاحت تكسر فمها سنونها هذا السنون هذا درك مش مركبين خدمت لها الواله هذا درك مازال موسال الطبيب نتاع السنون 6 ملايين درك قلت له مازال موسال سلفت دراهم باش خدمت لها سنيه لانها طاحت. لا ما خلصتش انا انا هضرت مع الطبيب قلت له انت خدمها لي الفصاد نتاعها على الاقل فهمت ونخلصك بشوي صابر عليك. عندها شهرين درك. وكيفاش طاحت الزوجه تاعك كيفاش صرا لها هذا الحادث؟ انا جيت متوخر في الليل كمان هي يمكن رقدت وقت ما انا نطبطب ما عنديش مفتاح انا باش نفتح وقت ما انا نطبطب على الباب طبطبت المره الاولى ما فتحتش عرفتها بلي راهي رقدت كي رجعت للدوزيام فوا كي طبطبت ناضت هي فتحت الباب يمكن مع الغطاء تعكلت في الغطاء وطاحت على فمها اي كي حلت على الباب هذا كله دم اي كسروا لها الفوق والتحت كسروا لها فوق والتحت اي مسكينه ودوك ركبت لها الفوق برك مازال غير تحت خاطر الطبيب سليم عبيدي اسمه من ولايه تبسه اصلا يسالني درك 6 ملايين. صح احكي لي دوكا شويه على زوجتك. واش صرا من بعد بينك بين زوجتك واش صرا؟ زوجتي اكيد الناس منه كي يشوفوا الحاله هذه ما كاينش اللي راح ينصح مثلا يقول بالحاجه الباهيه بالتي هي احسن. الناس يحرشوا على الاطلاق قالوا لها تلقي هذا الراجل ما هي وصلت للمحكمه ورجعت. شكون هاد الناس اللي حرشوها شكون؟ هي ما راحش تقول لك عليهم ما تقولكش عليهم صح مادام وصلت للمحكمه راه كاينش اللي قال لها روحي. شكون اللي لحق المحكمه؟ لحقت المحكمه؟ لحقت المحكمه وصاحبه القضيه. عائلتها كيفاش تشوف هي ظروفكم وكيفاش تشوف الحاله تاع بنتهم؟ ما يحوسوش عليها عائلتها. يعاونوكم ولا ما يحوسوش عليها اصلا. باباها ما يحوسش عليها. انا باباها من سنه 2011 26 جويي 2011 كنت ما شفتوش انا. ما زدت شفتوه؟ ما شفتوش. علاش؟ ما يجيش لبنته. افزع انتم ما تروحوا ليه؟ ما تروح له وانت ما تروحش؟ انا ما نروحلوش. علاه؟ انا متعارك وياه. علاش تحركت؟ تعاركنا وياه. علاش؟ خاطر هو انا بنته ما نكذبش عليك انا بنته حبيتها حب مالوش حدود معاه. ورغم انه الظروف نتاعي كانت صعيبه على عامين قال لي انا ما نبداش طولت عليا عامين ما انا تعاركنا وياه قلت له انا بنتك لو كان يديها واحد اخر فهمتي راني انت ممكن ندير لك اي شيء قلت له انا بنتك انا اللي نديها هذا قعد غير من الشيء هذاك كما نقولوا نحن. ومن بعد رجعت الامور عادي الاسبوع الاول الشهر الاول يجي نورمال بعد صاي تو نتلاقاو سلام صاي. وعلاش تقاطعت انت ونسيبك؟ احكي لي. هو بيا علاش انا نهار الصباحيه نتاع زوجتي هزيت الذهب نتاعي بعته. انت شفت كيفاش؟ اليوم دونك هذا اللي ما يهدرش معاك. دونك صالح يقول باللي نهار تزوج مع مرته غدوه من ذاك الصباح تاعها حكم لها الذهب هذاك باعهم. دونك باباها من هذاك اليوم ما يهدرش معاك. عنده الحق. علاش بعت ذهبها يعني مباشره بعد ما تزوجته؟ شكون شرى هذاك الذهب؟ شكون؟ انا شريته. انت شريته له وبعته لها؟ علاه؟ خاطر انا هزيته هو اصلا كريدي. هزيته كريدي عاود بعته وخلص بيه الكريدي. تما انت هزيته كريدي جوست باش يمدها لك. باباها اللي ما حبش يمدها لك مع الاول حتى تجيب لها ذهب. هي على بالها بظروفي هي دونك هي على بالها. كيفاش عرف باللي بعت ذهب بنته؟ هما نهار الصباحيه مام يجيو مالها. يجيو. كي يجيو ما لقوش عندها الذهب. كي جاو حوسوا عندها ما زيروا عليها انا قلت لها ما تقولوش زيروا عليها قالت لهم. كي زيروا عليها قالت لهم وراه الذهب وراه قالت لهم باعوا راجلي في الصبح غدوه من ذاك تاع العرس. في الصباح. شيء غريب. ورغم هذا صبرت معك هذه المراه. صبرت معها. وقعدت معاك. باباها قال لها تلقي معاه. قال لها النهار هذاك الصباح زعما طلقت. هذاك النهار قال لها تلقي معاه درك. هي ما حبتش. ومن هذاك النهار اليوم ما يهضرش معاك. ما يهضرش معايا. وهي تمشي له نورمال. تمشي له من ذاك شهر لشهر تمشي له. تهضر معاه نورمال. بنته واش راح يدير؟ وبعد درت لها انا ذهب. عاودت درت لها. عاودت لها درت لها. مين جبته من بعد؟ في الخدمه كيما زدت سلفت؟ لا ودرت كريدي؟ لا كيما كنت نخدم في التجاره هذه. درت لها
ماشي بالكريد. ماشي بالكريد. ما زدتش بعته. ما زدتش لا تباع. هذا تباع. عاود باعوا زاد باع. عاد. كيفاش احكي لي مسكينه ما تهناش انت بدا هي ما تهنتش هي ما والله مسكينه غضتني. واش هي ما تهنتش لا باللبسه لا بالذهب لا بالمعيشه مسكينه. والو يومنا هذا. مسكينه ربي معاها والله ربي معاها. وباباها سمعت هنيت لا ما سمعش باللي زدت درت لها وزدت باعت. لا. اليوم باش يسمع. اليوم راح يسمع. قل لي المره الثانيه واش شريت لها ذهب مسايس ولا سلسله ولا مناقش ولا وشنو؟ لا خاتم وعلاقه وشركه. خاتم وسلسله. ايه ومن بعد كي احتجت زدت بعتهم. زدت بعتهم. هي تمدهم لك تقول لك هاك بيع ولا انت تديهم تبيعهم؟ لا انا نقول هاتهم بيعهم. تقولها وكي تقولها هاتهم نبيعهم ما تقولكش لا ولا تقلق شويه مسكينه. سي نورمال سي نورمال. من بعد قالت لي ما تزيدش دير لي الذهب اصلا. قالت لك ما تزيدش فكني من الذهب. فكني من الذهب. اخطيني من الذهب. والله مسكينه ربي معاها ان شاء الله. تعبت بزاف. صبرت بزاف. قل لي صالح عندك تهديدات من عند الناس اللي يسالوا لك هدوك؟ عندي تهديدات. وش يهدوك وش يقولوا لك؟ يقولوا لك ما تخلصناش نهبطوك الحبس من الدار. يقول لي انا صاي ما نزيدش نستعرف بيك خاطر ما لقاش مين يخلص. قال لي ما عندك حتى حل مثلا اللي تنستنى على جالو باش نخلص من السكنه. الناس قالوا لي ما عندك مثلا لا شهريه لا مدخول لا كذا لا عندك تخدم لا ما عندناش مين نخلصوا حقنا. احنا راح نلتجوا للدوله. ما الدار قال لي راح نخرجك قشك صاي. روح انت. انا الدار راني حاطه لك راه. واش دارت الزوجه تاعك من بعد هذا كامل اللي عشتوا؟ الفقر تبيع لها في قشها تاع الدار، تبيع لها في الذهب اللي عندها زوج حوايج تبيعهم لها. واش دارت؟ قعدت معاك ولا؟ قعدت معايا. هي من قبيل قلت لي راحت للمحكمه. هي راحت كما قلت لك كما على جال السكن حرشوها راحت وبعد رجعت. كيفاش؟ تنازلت ما حبيتش ترفع قضيه الخلع هذه. ما حبيتش ترفع قضيه؟ راحت للمحكمه ولا ما راحت؟ راحت للمحكمه. صح. كي راحت ثم جيت كي رفعت القضيه بعد لغتها. اي بصح دونك رفعت قضيه الخلع. دارت لك قضيه خلع صح. انا جاتني قالت لي صالح انا ما نستغناش عليك مهما كان. هي قالت لي ما نستغناش عليك مهما كان على جال الدراري. صهيب وبلقيس راهم ولادك انت ولادي انا. انت في ظروفك في الظروف اللي انت عايش فيها وفي الواحد ونزيد انا نكون معاك وانت في الظروف هذه. قالت لي لا هي نكمل مع بعضنا. قالت لي انا مستعد ندخل الحبس في بلاصتك لو كان يقبلوني انا ندخل انا الحبس في بلاصتك. قالت لك هكا. ما تظنش انك غبنتها هذه المراه غبنتها وظلمتها معاك ظلمتها وبتصرفاتك. خليني نقول اسمح لي على كل حال هي الحاجه هي اللي بعتات لك دير هذا الشيء لكن شويه يعني هذه المراه تمرمدت معاك. تمرمدت وعانات واليوم هذا تمرمد مازال. عجزت انا ما قديتش صافي في الضغط هذا كله عجزت صاي. يعني كي تراكمت عليك راحت وزاد راحت المراه وراحوا ذري. صاي ما عادش حل لي. انا فكرت في الانتحار. انا فكرت في الانتحار. لا خويا لا مازال في الصغير. تسكرت علي الباب الكل راحت. حتى السند الوحيد اللي كان معايا راح. مرتك السند الوحيد تاعك وين راحت دوكا؟ في دار اختها. خلاص كرهت راهي تعيش في دار اختها. في دار اختها. قالت لي نهار اللي تستقر ولو ابسط الامور انها مثلا تخلص الدار وتاثرنا الدار على الاقل حتى بابسط الحوايج انا نرجع ونكمل معاه. دونك هذه المراه خلاص يعني انطفح الكيل. الطاقه اللي كانت عندها كامل مدتها والان هزت وليداتها وراحت على دار اختها تعيش. قالت لك لما تسقم الوضعيه تاعك عيط لي هكا. شكون حبيت تستدعي اليوم صالح؟ حبيت نستدعي زوجتي. واش تقول لها؟ باش نقول لها اسمحي لي على واش درت معاك 8 سنين هذا ماذا بيك تزيد تكملي معايا فهمتي نكملوا حياتنا اللي بنيناها من اول مره. ما نهدموهاش لو ان ربي سبحانه وتعالى ما يضيعش خلقه. كملي معايا كنا في وقت الشده وكنت واقفه معايا وتوا زيد كملي وقفي معايا لعل ربي سبحانه يفتح علينا ونرجعوا نلموا الشمل. واسمحي لي على كل حاجه كبيره ولا صغيره درتها لك وان شاء الله راني ناوي اني نتغير. لو كان ابسط شيء مثلا تخلص لي ديوناتي وكذا راني نرجع انسان ثاني اصلا. ما نزلش تعرفي صالح اللي كنت عايشه معه. والرب وصهيب وبلقيس عيشوهم كما الدراري اللي تشوفي فيهم. صهيب وبلقيس اليومين هذا كظل هما كما نقولوا نحن مايلين لي انا اكثر منها لها هي. ولادك انا ولدي كي ظل تدرس ويقرا كي يمشي يقرا في المدير يعيط لي يقول لي ولدي ولدك ما حبش يروح
نقول له انا علاش؟ يقول لي راه قال لي لازمك تجيب لي الهادي. انا اسمي الهادي مش اسمي الهادي. اسمك الهادي؟ ايوا علاش قلت لنا اسمك صالح؟ لا اسمي صالح فكرني يعيطوا لي الهادي. الهادي. يقول له بابا ولدي انا يعيط لي الهادي ما يعيطش بابا. يقول لي لازم يجيني الهادي باش انا نخرج معاه. ان شاء الله. وش ان شاء الله اليوم فريق اعداد برنامج افتح قلبك يتمكن باش يجيب زوجة الهادي صالح. صالح شاب في عمره 28 سنة. في الحقيقة يعني الوضعية تاعو الاجتماعية راهي قاسية كثير ومزرية، فقر يعني كبير يعيش هو ويعيش كذلك من خلاله كل عائلته، خاصة زوجته اللي صبرت عليه بزاف بزاف، لأنه يقول أنه دين كثير واضطر أنه يبيع كل حاجة في الدار، يعني لا فرش لا أثاث لا حتى حاجة، حتى يعني الزوج ذهيبات كما يقولوا لي عندها اضطر أنه يبيعهم. صبرت معاه أكثر من 8 سنوات واليوم راح تعيش عند خطها، وجاء البرنامج افتح قلبك يطلب منها السماح ويوعدها أنه راح تغير وأنه راح يحاول يلقى خدمة رغم يعني الإعاقة اللي عنده، لكن راح يعمل كل ما في وسعه. برك اقعدي معايا وكوني السند ليا كما كنتيه طيله 8 سنوات. نروحوا مباشره الى زميلتي شهرزاد ونشوفوا هل ضيفتها موجوده معها. شهرزاد واش راكي؟ مرحبا بك مدام ربي يخليك، راكي بخير؟ الحمد لله. الحمد لله. قولي لي شهرزاد، موجوده ضيفتك معك؟ نعم راهي موجوده فهيمه معنا اليوم. فهيمه اللي جاتنا من ولايه تبسه. الله يبارك. واش راكي فهيمه؟ لاباس الحمد لله يا ربي. قولي لي متزوجه؟ ايه متزوجه. عندك دراري؟ عندي شحال؟ طفله وطفل. الله يبارك، ربي يحفظهم لك ان شاء الله. إن شاء الله. قولي لي فهيمه، موافقه تشوفي برنامج افتح قلبك؟ ايه ما نتبع فيه. زعما انت من متتبعي البرنامج. قولي لي عندك فكره شكون استدعاك للبرنامج؟ لا ما عندك حتى فكره. والو والو معليش حيره. ما راحش نطول عليك بزاف. تفضلي معايا عند مدام سليمه. تفضلي. مرحبا بك. اهلا بك. واش راكي؟ لاباس؟ صباح راكي بخير؟ زيدي لي زيدي لي. واش راكي؟ لاباس؟ الحمد لله. تفضلي. الوغ مساء الخير، واش راكي؟ لاباس. لاباس راكي بخير؟ الحمد لله. الوغ فهيمه. ايه وي. صح فهيمه، منين جيتينا فهيمه؟ تبصه. تبسه ما شاء الله. الله يبارك الله يبارك. قولي فهيمه شحال في عمرك؟ بنت نائف. الله يبارك. 29 سنه. عندك فكره شكون استدعاك البرنامج ولا ما عندك؟ لا ما عندي أي حتى فكرة؟ صح؟ ما عندي حتى مشكل مع واحد ولا والو. والو. ما تشوفي برنامج يفتح قلبك؟ ايه ما يعجبك شويه؟ يعجبني ايه. صح. وش يعجبك فيه؟ قولي. انت الله يسلمك ربي يخليك، يعطيك الصحه. شكرا. تعجبني انت وليك تعجبين. لا الله يخليك. شكرا. وهل تخيلتي في يوم من الايام انك انت تكوني لا. ضيفه في هذا البرنامج؟ والله لا مقبله وانا نقول زي هكا يعني. واش تقولي في كنت نتفرج فيه حتى وليت حتى شفت مكتوب رب العالمين؟ شفتي كيفاش؟ صح. قولي لي شوفي راح نمد لك مؤشرات يقربوا لك ولا يبعدوا لك. ممكن يقربوا لك الشخص اللي راهو في راسك، ممكن يوضحوا لك شويه الامور. ممكن نشوفوهم؟ ايه. اعطوني المؤشر الاول. اختي فهيمه راحة البال ما تشرب المال. تقول لك راحه البال ما تتشرب المال. لما واحد يكون مهني هذاك هو الصح. يعني مش من ضروري يكون غني، لهنا يسبق الغنى كما يقولوا. صح؟ هذاك هو. مليحه. ملاح. ايه عطاتك شويه فكره ولا مازال؟ شويه شويه. شويه شويه. والله ما ممكن راجلي. ممكن راجلك. ممكن. علاش قلتي لي راجلك؟ على هنا وعلى هكا. عندك مشكله معاه ولا؟ نصفي المرة ظروف صعيبة هكا. اها ممكن ما. صح. ما نزيدلكش مؤشرات اخرى. شوفي معايا شكون استدعاك اليوم للبرنامج. شوف معي. راجلي. ايه راجلك علاش جابك اليوم برنامج؟ علاش؟ ما نعرف نسمعوا منه. نسمعوا منه؟ هيا نسمعوا منه. واش تحبي تسميه صالح ولا الهادي؟ انت واش تسميه في البيت؟ الهادي. الهادي احسن. هيا سي الهادي. هيا الهادي. مساء الخير فهيمه. مساء النور. لاباس؟ الحمد لله. وانت لاباس؟ سامحني اذا كان جبتك من برنامج
انت ما عندك حتى فكره شكون اللي استدعاك؟ بس ما يحكيش حتى مشكل. صح قول لي لهادي واش قلت لي جيب لي الزوجه تاعي اللي جبتها لك، واش تقول لها؟ يلا. انا جبتك هنا فهمها، حبيت نقول لك حاجه. شفتي اول ما تزوجنا كما قلتي لي، كما انا سقسيتك وقلت لك ياك انا كي نتزوجوا انا وياك، ياك انت والزمان عليا ولا انا وياك على الزمان؟ انت قلتي لي انا وياك على الزمان. وكملنا وجبنا الدراري وجبنا. انا حبيتك تكملي معايا كما كنتي واقفه معايا، زيدي كملي معايا وما كان لا تتخلى عليا في الظروف هذه خاصه. ونطلب منك السماح، سامحني على كل شيء درته لك وكل شيء. اسمح. فهيمه نحكي لك واش حكى لي هو، تحبي تسمعي واش قال لي؟ شوفي الهادي زوجك قال لي باللي انا يعني تربيت يتيم ويعني كبرت غير يما تخدم علينا، حبست قرايه بكري، بديت نخدم منه ومنا، في يوم من الايام عملت حادث مرور تسبب في اعاقه ليا. قال لي ومن بعد تعرفت مع زوجتي، تزوجت بها، عوضتني على كل شيء. قال لك هذه المراه صبرت معايا كثير، حتى وين حكينا يعني الفازه تاع الذهب كما يقول. قال لك انايا شريت لها الذهب باش رحت تزوجت بها، غدوه من ذاك صباح العروسه صبحت بايعه، حتى باباها حب يطلق يعني ينحيها لي، ومن ثم صارت قطيعه بينه وبين الاب تاعك على جال هذا المشكل. لكن رغم هذا الشيء انت وقفتي معاه، زاد شرى لك مره واحده اخرى، زاد باعه مره واحده اخرى، ورغم هذا الشيء بقيتي واقفه معاه. قال لك انا هذه المراه واش درت فيها كامل، وهي السند الوحيد اللي كان عندي، رغم انه كل الناس سمحوا فيا حتى الخاوتو وكل يعني الناس. بقى مول الدار هذا يعطيه الصحه لانه ما خرجكمش لحد الان. الناس اللي تاني تعاونتكم نقولوا لهم يعطيهم الصحه. حاله مزريه، حاله من الفقر يعني كبيره بزاف. يقول لك ولادي وصلت وين ما عنديش واش نوكلهم، الزوجه تاعي كذلك. المراه هذه صبرت معايا، صبرت جا نهار وين راحت دارت الخلع، عاودت تراجعت على قضيه الخلع، واليوم كرهت وعيات وعندها الحق. يقول لي راهي عند بيت خوتها تعيش، بدات دريريات، وانا راني وحدي متجرد من جهه لجهه، نضل في القهاوي، ما كاش واش ندير. قال لي جيت نطلب منها باش ما تخلينيش في هذه الوضعيه الصعبه اللي نمر بها وتساندني، ونوعدها انا نتغير. انا نسالك سؤال، وعلاش قدمتي قضيه بالخلع على جال هذا الشيء كامل؟ ظروف صعيبه ياسر، وانا وقفت معاه ولحد الان واقفه معاه، ما نتخليش به، خاصه هو عندي ولادي صغار. عنده دراري حكالي لازمهم باباهم. ما نقدرش نبعدهم على باباهم، وهو ثاني ما يقدرش يبعد عليه. لا ما فهمتينيش بصح انت على جال قضيه خلع كنتي حابه تطلقي. وعلاش؟ بعد تراجعت. ظروف نحكيو قبل علاش رفعتي القضيه، ومن نحكيو علاش تراجعتي. داكوغ. هي قلت لك صافي ظروف مع مشاكل مع مولا الدار، مع ضغط كبير ياسر. انا خليت الدار ورحت دار اختي يعني. حبيت كاش ما يلقى حل، كاش ما كانش حتى حل. وشنو هما؟ احكي لي يعني يومياتك لما كنت معاه في البيت، يجي كل المشاكل اللي عشتوهم، يقول لك انايا كل مره ناخذ الاتات ونبيعه. قال لك خليت الدار فارغه. احكي لي شويه. كذا ما عندوش يبيع مثلا باش ناكلوا، باش يبدا يخلص كراه، باش يبيع كلش واش جا في طريقه، كلش. كلش. قال لي كلش نبيع. كلش يبيع. يعني حاجات كما نقولوا تيلي فرجيدير. قال لي لحقت حتى لا كوفرتور بعتها، الغطاء بعته صح؟ شوفوا ثاني باع. المهم حالة متعبة ياسر. وانا ما نتخلش عليه، ما في الظروف هذه ما كان ما نتخلش عليه. على جالو وعلى جال ولادي ثاني. والعائلة تاعكم مع ولادكم؟ ما وقفش معنا حتى واحد، لا من عائلته لا من عائلته ولا من عائلتك. انا عائلتي على قدهم يعني، ما هما على قد الناس قيس. هما ثاني عائلته قيس يعني، كل واحد بالكلمة هاو يعاون، بصراحة باش وقف معاك عبد يعني ما كانش. وانت ما خدمتيش يعني تلقاي خدمة هكا حتى في الدار؟ ما يخلينيش نخدم، ما يخليكش تخدمي؟ نخدم، وزيد عندي ولادي ما نقدرش نخرج نخليهم. بصح انت عندك يماك؟
ربي يرحمها. متوفيه راهي. عندك خواتاتك خاوتك؟ عندي اختي مارسه، خويا اقل مني. اخوك اقل منك. الصحه. وكيفاش انا يعني نظن كان درتي اي خدمه ما يخليكش تخرجي بالك تخدمي لبرا، بصح قادره تخدمي في الدار هكا خياطه ولا باش لازم باش تخدم، لازم تخرج تعلم، لازم دراهم، لازم ما الخدمه يقول لك لا، ما نقول له نتعلم حاجه مثلا يقول لك لا الخدمه لا. يقول لك الخدمه لا لا لا. يا يا صالح يا الهادي. نعم. علاش ما تخليش مرتك دير كاش صنعه هكا باش تعاونك مام في الدار، ما تخرجش برا، تقدر في الدار تخدم. كاين بزاف نساء متزوجات يديروا مشاريع في الدار عندهم بعد ويخدموا يعني يعاونوا بهم شويه زواجهم. لا لا هو كل واحد ونظريته في هذا، تخدم زوجته ولا ما تخدمش. ما راناش في النظريه درك، رانا في الحاجه، رانا في الحاجه لا ما نتوقعش روحي يعني مهما لو كان وصلت حتى ظروف اقصى من هذه ما نخليش زوجتي تخدم. انا تخدم في البيت في الدار. هاي تخدم في ولادها. هاي عندها ولادها تخدم فيهم. تقدر تخدم فيهم. اسمح لي انت تسمى انت بالنسبه ليك المراه اللي تعاون راجلها وتربي دراري وكلش غلطه. لا ماشي ضد المبدا انها غلطه. ايه وشكون راكو يسمى هذه المراه لحقت وين ما لقات واش تاكل، ما فيها والو، ماشي عيب انك انها تعاونك، انها تخليها تقوم بحاجه اللي لما تكونوا بين زوج تربطوا روحكم شويه، هذا يعاون هذا. هو ما يقدرش يخدم وانت ما يخليك تخدمي، وشكون يخدم عليكم وشكون يوكل الصغار؟ يدبر راسه كل مره كيفاه كل مره كيفاه. بصح المشكله راهو ماشي مدبر راسه لحد الان. شوفي وين لحقتوا 320 مليون ديون، انت راكي تعيشي عند اختك، هو راهو البرا ما يعرفش واش يدير. مشكله وشنو هو الحل؟ الحل بيدو هو واش يدير. بيدو هو. شوف حل، نشوفوا معاه الحل. اهدري معاه من فضلك، اهدري مع زوجك، قول له وشنو هو الحل، تقصيه وش هو الحل. الحل ما ممكن نبحثوا، ممكن نزل نعاودوا نبحثوا من جديد على عمل. ممكن اذا كان لقيت العمل على الجهد اللي أنا نقدر عليه نخدم. ممكن انت تعرف واش كاين. انا مش مستعد نبقى طول عمري في الفراش. اي تصرى لي في الاعاقه نتاعي ممكن نحكم الفراش، ما عادش نوقف طول عمري. مش مستعد نوصل للمرحله هذيك بسبب خدمه ولا. اذا لقيت حاجه على قد جهدي نخدمها. الروح ابجل. ممكن نستحمل الشر ونستحمل الجوع، اما باش نستحمل روحي صاي باقي في الفراش لا. وولادك شكون يصرف عليهم صالح؟ أنا قلت أختي سليمة نحاول أني نلقى خدمة على قد جهدي. بصح على بالك أنا لو كان نلقى خدمة على قد جهدي على بالك بها وين راح تروح للدين. ادخل خدم عند العباد، شوف شهرية، صرف على أولادك، ترجع مرتك للدار بالعقل يحلها رب العالمين. إن شاء الله أختي. أنا من خلال برنامج يفتح قلبك اللي دايما على كل حال نشكر الناس كامل لأنه دايما نلقاو صدى، وكل الناس اللي جاتني البرنامج يفتح قلبك لقات حلول والناس عاونتها بزاف. نعطيكم فقط ان كار جاز معايا في برنامج يفتح قلبك، حياه اللي شفيتوا لها كامل. جازت هنا عندها بنت معاقه، يماها ما كانش تقدر تصرف عليها، ما كانش تقدر تعطيها دراهم. إبا جاني واحد من ولايه باتنا شرى لها دار باكثر من مليار، شراها لها وكتبها لها على اسمها وراح، هذا بلا الدراهم اللي مدوهم لها. انا بلا الدراهم اللي مدتهم لها الناس وتضامنوا معاها. أنا ثقتي كبيرة في الجمهور يعني لا يتفرج فينا ورجال الأعمال في تبسة في شركات كثيرة في يعني كل الناس اللي تقدر تعاونه، لأنه هذا يعني شاب جزائري صغير عنده إعاقة، ندخلوه يخدم نعاودوا نرجعوه يعني باش يرجع مع الزوجة تاعو. كاين زوج دراري ما لازمش يضيعوا لأنه نحبوا ولا نكرهوا، هذوك زوج يعني أطفال راهم في خطر، يعني كيفاش يقولوا راهم ضحية. شكون بيهم؟ شكون يوكلهم؟ شكون انت الوقتاش تشدك اختك؟ الوقتاش تعيشك اختك؟ مزوجه اختك؟ مزوجه. وراجلها يخدم؟ يخدم. وعندها دراري صغار؟ عندها. كيفاش تعيشكم كامل؟ تصرف شكون يصرف عليكم؟ زوجها؟ زوجها يخدم، نورمال عايشين مع بعضنا. مرات هكا
كل مره كيفاه. مرات على مرات تجيني سليمه، مرات نروح للدار، مرات عند اختي. بصح في عند اختك هي هذا عبء، نحبوا يعطيها الصحه اختك، بصح لازم نشوفوا الحل. احنا اليوم لازم نشوفوا الحل من خلال برنامج افتح قلبك. الحل الاولاني، وقف لي من فضلك، وقف لي فهيمه، وقف لي، وقف لي صالح من فضلك. انا ما على باليش كيفاش راح يعني نلخص هذه الحكايه. ما على باليش هل انت قابله تعاودي تولي مع الزوج تاعك وتحلي الستار عليه وتمدي له فرصه اذا يعني حب يتغير، لانه لازم يتغير. صح ظروف صعبه ومر بها، راني معاك ومعاه، لكن لازم في هذه الدنيا كيفاش يقولوا نتضاربوا مع الدنيا طيحه ونوضه حتى نلقاو الحلول. ولا ربعنا يدنا وقعدنا في القهاوي قاعدين ونتسناو غير الناس يعني تمدلنا وحنا هكاك ما نوريوش للناس اننا حابين نخرجوا من المشكل هذاك، هاي الناس ما تعاونكش. صح ولا ماشي صح؟ صح. واش ندير انا اليوم؟ اعطيني. هو اللي يشوف حل. واش راح يدير؟ هو يشوف حل. هو يشوف حل. قولي له واش راح يدير؟ قولي له يشوف حل. فاهمه اختي؟ وش هو الحل؟ انا اليوم الا فتحت الستار على اساس انك حقيقه تولي راجلك، بصح الا وليتي راجلك هاو لازم يوكلك ويشربك ويوكل وليداته، هو ماشي قادر. صافي هذا الستار الا تحل لازم يتحل على اسس صحيحه، ما راناش نمثلوا هنا على الناس، فهمتيني؟ شوفوا لي حل الان، اعطيني حل. حل ويخدم على روحه، شوف خدمه يبدا بها. اهدري معاه. شوف خدمه تبدا بها حتى يفرجها ربي سبحانه. انا ان شاء الله نحاول اني نشوف خدمه، ان شاء الله باذن الله نحاول نشوف خدمه. المهم انت بركه ما تخليش عليا كما الناس كلها دخلت عليا، انا مستعد نخدم ان شاء الله. انا معاك ما تخليش عليك. نحاول اني نخدم ان شاء الله باذن الله، خاطر ما بقى لي في الدنيا غير انت. انا حاب نتغير، ماذا بيا نتغير، انا ما نبقاش هكذا. توعدني صالح؟ نوعدك اختي سليمه، اني ما نبقاش هكذا. انا ان شاء الله نلقى خدمه وان شاء الله نرجعوا كما كنا قبل، لا مشاكل لا والو. انا شوف، انا يعني مع انه زوجتك ترجع ليك وتولي لدارها، لكن باش ترجع ليك يعني لازم المينيموم كما يقولوا، يكون الفراش، يكون دراري وين يرقدوا واش ياكلوا واش. انا ما نرضاش انه اليوم يفتح ستار ترجع ليك زوجتك ودراري صغار يلحقوا لتم ما كانش وين ياكلوا واش ياكلوا وين يرقدوا وين. فانا نظن انه تبقاي عند اختك حتى يعني يلقى الحل في الايام القليله المقبله، ويعاود يأسس شويه البيت تاعو. ان شاء الله الناس اللي يتفرجوا فينا راح يتضامنوا مع القصه تاعكم وراح يعاونوكم باش تعاودوا تلموا شمل العائله تاعكم. واش رايك في الحل هذا؟ ان شاء الله نفتحوا الستار على هذا الاساس. اذا موافقه قولي لي نعم، اذا ماشي موافقه ما نحلش الستار بيناتكم. موافقه على الحل. نفتح الستار. اتفضل. قلنا لي فيها هكا. صالح تحبها؟ نموت عليها. نموت عليها. كي تحبها تغير، وريها اللي تحبها. لازم نحبوا بالافعال، ما نحبوش بالاقوال، لانه كلمه نحبك سهله، بصح لازم نوريوها بافعالنا، اني نحبك، اني نخدم عليك ونشقى عليك ونطيح ونوض باش نعيشك احسن معيشه. صح ولا لا؟ صح. ان شاء الله واش نقول لكم، نلقى اخبار مليحه عليكم، وانا متاكده انه الناس اللي راهم يشوفوا فينا راح يعاونوكم، ونقعدوا على اتصال انا وياكم هكا. ربي يحفظكم، يعطيكم الصحه. شكرا جزيلا. شكرا، يعطيك الصحه. شكرا جزيلا. شكرا.